تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية، فما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء الفرحة والهنا لكل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل، والنهاردة الفرحة مش عادية. جه وقت حلقة جديدة وصورة شايلة لنا حكاية حقيقية جديدة، وركز فيها كويس علشان ما تتغفلش. ده برنامجنا، ويلا نشوف الصورة هتقول لنا ايه. بص كويس، هتلاقي فرح كبير في مدينة فيتشوغا في روسيا. يوم جميل، جو بديع، في أكتوبر 2014. الفرح عموما لحظة العمر، اليوم اللي كل الناس بتحلم بيه. بس معازيم الفرح ده كانوا مختلفين تماما. لو ركزت هتشوف عريس وعروسة في منتهى الجمال، القاعة جميلة ومتزينة على الآخر، وقبل الزفة بالظبط لسه الموسيقى هتبدأ دخلت الشرطة. الناس افتكروا في مشكلة في التصاريح أو أي حاجة بسيطة، لكن المفاجأة لما راحوا للعريس نفسه وقالوا له بمنتهى الهدوء: انت مطلوب القبض عليك لأنك متهم في جريمة قتل. العريس اتجمد مكانه، والعروسة وقعت وأغمى عليها في ساعتها من كتر الصدمة. بس الصدمة الحقيقية لما عرفت اللي حصل، إن العريس كان متهم في جريمة قتل حصلت قبل الفرح بشهور بسيطة. قتل واحد، مش أي واحد، لأ، ده كان واحد بيحب العروسة من زمان. أول ما شاف إكس العروسة في حفلة راح اتخانق معاه خناقة كبيرة انتهت بقتيل لما العريس ضربه بمج كوباية، ضربها على راسه، وقع ومات في ساعتها. وهنا المحكمة حكمت عليه بالسجن 1 و3 شهور، بس هو عمل ناصح ومحضرش الجلسة وهرب من تنفيذ الحكم. بس في الآخر لما الشرطة عرفت إن في نفس الحي اللي المجرم ساكن فيه بيتعمل فيه فرح واسم العريس هو المجرم، قرروا يروحوا يقبضوا عليه في قلب الفرح. وقالوا إنهم قبضوا عليه في فرحه مش بقصد إحراجه، لأ، ده علشان يضمنوا وجوده. والمظلوم اللي بجد في كل ده هي العروسة، اللي بينطبق عليها المثل اللي بيقول: جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. يلا حياة سعيدة مع واحد تاني إن شاء الله. وقول لي انت بقى، ايه أغرب موقف شفته حصل في فرح حضرته؟ وهنا خلصت حلقتنا، وهنقلب صورة النهاردة. واستنوني يوم الخميس الجاي الساعة 7:30 بالظبط مع صورة جديدة بحكاية حقيقية مختلفة في برنامج ما تتغفلش مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش، ركز علشان